الهرم الاجتماعي. انت ممكن تتعرف على ناس عن طريق السوشيال ميديا، ولو انت صانع محتوى او حتى متواجد على السوشيال ميديا بشكل عام، ايا يكن شكل تواجدك. بس بالذات صناعه المحتوى انا يهمني اكتر صناعه المحتوى عشان انا صانع محتوى. لك ان تتخيل ان ممكن رئيس الجمهوريه او الملك بتاع دولتك او السلطان او الوزير ايا يكن، رجل من الحكام، الناس الكبار جدا في البلد، الناس اللي هم اعلى قمه هرم الاجتماعي بتاعك، لك ان تتخيل ان ممكن هم يتابعوك وانت مش دريان. اكيد مش هيتابعوك من صفحاتهم الرئيسيه، او صفحاتهم اللي ايه، صفحاتهم اللي هو الصفحات بتاعتهم اللي هي بتاعت اللي هي الرسميه، لا، هيتابعوك من اكيد من اكونتات فيك تبعهم برضو. لكن تتخيل ان ممكن واحد رئيس بلد او حاكم بلد يتابعك، تخيل انت. طب سؤال، لو تابعك وانت عجبته، تعرفش ممكن يفتح لك ابواب خير ازاي بقى؟ يبعت لك حد يظبطك. انا ماليش انا بص انا ما قداميش دلوقتي قصه حقيقيه حصلت بنفس السيناريو ده، بس الموضوع في دماغي، جه في دماغي، فقلت يعني اوثقه على هيئه فيديو عشان يحفظ للتاريخ. ان ممكن واحد فقير جدا في قاع الهرم الاجتماعي بس بيقدم محتوى محترم، يحترم، محتوى يرفع له القبعه، يطلع محتوى محترم. مش فقط هينال اعجاب الشباب والناس كلهم، لا، ده ممكن ينال اعجاب الناس الكبيره في البلد، ممكن يسمعوا لك،